الطبيعة الأم بتعبر عن الأمومة بأفعال مختلفة لكل كائن مختلف، لكن الأفعال اللي بتحصل تحت مظلة فطرة الأمومة تقريبا في كل الكائنات الحية والمخلوقات مبررة ومفهومة، لكن في أمهات بتاخد مسألة الأمومة ليفل إكستريم قوي. فأهلا بيكم في القائمة الشاملة لأغرب 4 أمهات في الكون. لو نزلنا تحت كمان على عمق هيتراوح ما بين 1200 ل 2000 متر تحت ضلمة أعماق المحيط الأطلسي والهادي، هتلاقي واحدة من أعجب الأمهات الموجودة في مملكة الحيوان عايشة، أنثى أخطبوط المياه العميقة. الأم دي تقريبا عندها 12 سنة، ولما ربنا رزقها بالبيض اللي بتحلم بيه واللي ممكن عدده يوصل في المرة الواحدة ل50 ألف بيضة، كانت عارفة إن رحلتها الحقيقية لسه هتبدأ دلوقتي. في الأعماق الباردة دي البيض محتاج أكسجين، محتاج درجة حرارة ثابتة، محتاج حماية من البكتيريا، ومحتاج أم تفضل فوقيه. وهنا بيبدأ فصل أسطوري من التضحية. الأم بتفضل راقدة على 50 ألف بيضة لمدة ممكن توصل ل 53 شهر، أكتر من 4 سنين، أطول مدة رعاية مسجلة لكائن حي في عالم الحيوان كله. طول السنين دي الأم ما بتتحركش، ما بتصطادش، ما بتاكلش. وليه ده بيحصل؟ لأن مجرد ما بتبدأ ترقد على البيض بيحصل خلل في غدة اسمها الأوبتيك جلاند. الغدة دي بتفرز هرمونات بتسد شهيتها تماما وبتخليها ترفض الأكل، كأن جسمها قرر إنه يعيش بس عشان البيض. ومع الوقت لونها بيبدأ يبهت، طاقتها بتبدأ تقل، وبتفضل تتآكل بهدوء لحد ما تموت وهي راقدة وتتحلل في مكانها حامية لأولادها لحد آخر نفس. بعد ما خرجنا من أعماق المحيطات اللي بتموت نفسها عشان عيالها، خلينا نطلع فوق شوية، لكن مش هنوصل للجو، احنا لسه في سطح الأرض. خلينا نروح في حتة ننشف فيها شوية بدل البلل ده. خلينا نروح الصحراء، وتحديدا صحراء النقب في فلسطين. هنا في واحدة من أقصى البيئات تعيش أنثى عنكبوت Stegodiphyus lineatus. طبعا ما كنتش هعرف اقول ده. ودي من غير اي مبالغه، ام بتدي كل حاجه لاولادها حتى جسمها. بعد التزاوج جسم الام بيتحول بالكامل، بتبدا تفرز انزيمات هاضمه بكميات ضخمه، مش بس عشان تقدر تاكل ولادها وتخزن طاقه، لا، الانزيمات دي بتبدا تهضمها هي نفسها من جوه. العضلات، الانسجه، الكبد، كله بيتحلل تدريجي ما عدا الاجزاء الاساسيه زي القلب والامعاء والمبايض. ولما البيض يفقس الام بتفضل اسبوعين ترجع وجبه غنيه بالبروتين لاولادها، سائل مغذي طالع من جسمها المتحلل شخصيا. بس القصه بتاعتها ما بتخلصش هنا. بعد ما العناكب الصغيره دي تاخد كفايتها من الوجبات الخفيفه تبدا المرحله الثانيه فيها ان هم بياكلوا الام بالكامل. حرفيا حوالي 95% من وزنها بيتحول لاكل للاطفال، وفي خلال ايام بيكبروا ل3 اضعاف حجمهم. والام هي ما بقتش تاكل ولا بتتحرك طول الفتره دي، هي بس موجوده عشان تفنى وتنتقل جيناتها. ودي فعلا بتجسد مفهوم مهم في علم الاحياء التطوري، انه مش مهم الفرد، المهم الجينات. الأم التالتة في القايمة الغريبة معانا دي لا في دماغها بقى حمل ولا ولادة ولا في حمل بيفاجئها، وعندها قدرات تبوظ حبكة أي فيلم مصري من أول 5 دقايق. الكنجرو، الرمز الاسترالي العملاق. ام شجاعه ملاكمه، مش بس بتقدر تحمي ابنها ورا ظهرها، لا لا لا، دي جسمها مهيأ بالجبل مشهور جدا جدا انه يستوعب الابن ده. اول 8 ل 10 شهور من حياته هو عايش وشغال وزي الفل، بس بيكبر جوه لحد ما يخرج للدنيا على الجاهز على طول. واقول لكم سر محدش يعرفه غيرنا احنا وكل الناس في العالم، ان ممكن لو لقى الدنيا واسعه عليه يرجع تاني. وانا عارف ان انت نفسك انت كمان تعرف ترجع تاني، بس خليك واقعي وانا كمان واقعي يعني. ام الكنجرو بعد ما تحمل لمده اقصاها شهر وكام يوم بتزلط الكنجرو الصغير ده اللي بيبقى شبه الدوده. طوله بيبقى حوالي 2.5 سم، يعني لما يكون كبير قوي يعني ما شاء الله. ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم ده؟ خلاص كده خلصنا حمل الولادة والله. شهر واحد
بتاع 2.5 سم اللي بتتولد. حتى وصول الكنجرو لجيب الام ما بيعتبرش من مسؤولياتها، الواد بيطلع 2 سم بس قادر يزق ويتعارك ويفض ويتسلق فروه امه لحد ما يسقط في الجيب بتاعها ده في درجه حراره ثابته وفي بيئه معقمه تماما، ويبدا بقى مع نفسه يرضع ال10 شهور اللي قلنا عليهم دول والام مش مصدعه نفسها باي حاجه. طيب ماذا لو الام حملت تاني؟ احنا قلنا الحمل شهر والحضانة في الجيب 10، تبقى مستعدة للحمل تاني من لحظة ولادة اللي فات. في حسبة بسيطة هتلاقي انها العادي ممكن تخلف ومعاها عيل فاضل له 8-9 شهور في الحضانة. وبالبلدي كده اخويا الصغنن البامبز ما يشيلش 2 كناغ. تخيل اهلي يصرفوا على عيلين في الزمن ده، مأساة والله. المهم هنا يجي دور خاصية ممكن تقضي على حبكة أي مسلسل رمضاني نهائيا زي ما قلت، وهي الامبريونيك دايابوز. الامبريونيك دايابوز لو الأم عندها عيل في الجيب وحملت في التاني تقدر توقف تطور الجنين التاني اللي جوه الرحم عندها لمدة توصل ل 235 يوم. 235 يوم جنين في بطنها ما تقدمش عمره يوم واحد لحد ما يخرج المولود اللي كان في الجيب، فتقدر تبدأ تحمل عادي في اللي في بطنها بقى داخل بقاله سنه. ده الخاصيه دي لو عندنا كبشر معظم مؤلفين المسلسلات بتوعنا بجد كانوا يقعدوا في البيت، لان ما كانش هيبقى ليه لازمه بقى خلاص ان واحده تحمل مثلا في طفل فلازم تبقى تضطر تتجوز بسرعه عشان تداري على الفضيحه وبتاع. احنا عادي ممكن نستنى لغايه ما الراجل يجهز نفسه ونفضل نتجوز برضه عادي يعني انا مش عارف انا بقول ايه. ام الكنجرو جايز مش بتموت نفسها عشان تحمي عيالها، يمكن مش بتهضم نفسها عشان ياكلوها، لكن فسيولوجيتها وتفاصيلها مدرسه في اداره البيت. بيبقى عندها في وقت واحد 3 أجيال، في واحد بيرضع وعمال يتنطط حواليها، واحد في الجيب، وواحد جنين جوه مستني دوره من الحب والدفى بعد ما اللي في الجيب يخرج. وبتقدر بمنتهى الكفاءة انها تدير ال3 مع بعض. لكن الام الجاية ليها مدرسة تانية خالص في التعامل مع العيال. في بيوتنا، في بيوت صحابنا وبيوت صحابنا وبيوت ناس ما نعرفهمش، مش متأكد، هتلاقي حد اكيد مربي ألطف سفاحة في العالم، الهامسترز. امهات الهامستر بتدحض نظريتي اللي لسه قايلها من 3 دقايق، ودي فعلا بتجسد مفهوم مهم في علم الاحياء التطوري، انه مش مهم الفرد، المهم الجينات. امهات الهامستر بتقولك يابا الفرد على الجينات، المهم الكرش. فعلا في امهات من الحيوانات بتاكل ولادها في بعض الحالات، وده حصل مع الهامسترز في القصه اللي حكيتها الدكتوره تيسير. تأشيرة يا حيوان اسمي تأشيرة، اطلع بره. وهي باحثه في جامعه ستراسبورغ اللي كانت بتعمل دراسه على الهامستر العادي اللي بقى مهدد بالانقراض في اوروبا، ولاحظت حاجه غريبة، انه بعض اناث الهامستر اللي اكلهم كان معتمد على الذرة والديدان الارضية بدأوا ياكلوا صغارهم بعد الولادة. وده مش تصرف طبيعي، لان الهامستر اصلا بيتكاثر بسرعة وبيخلف 3 مرات في الصيف، لكن لما اعتمدوا على نظام غذائي فيه الذرة بس زي ما بيحصل في الاراضي الزراعية الحديثة اللي هي بتزرع نوع واحد بس، فقدوا غريزة الامومة وبدأوا في التهام ولادهم. حتى اللي ما كلتش ولادها، اولادها نفسهم كانوا بياكلوا بعض بعد الفطام. ماتيلدا رجعت السبب في القصة دي لان الذرة بتفتقر لنوع معين من فيتامين بي 3، لان الجسم ما بيقدرش يمتصه بسهوله من الذره الا لو اتعالجت بطريقه معينه. عدم توفر بي 3 نياسين ده بيأثر على السلوك العصبي والمزاج، وده ممكن يخلي الحيوانات تتصرف بشكل عنيف او غير طبيعي زي مثلا اكل اولادها. لكن هل بس كده؟ يعني هل لو الدايت بتاع الهامسترز اتظبط كله هيبقى تمام؟ اسئلتك تدل على انك مشاهد اهوج ومتهور ومش بتستناني اخلص كلامي. مش ده السبب الوحيد، لان احنا قلنا ان البي 3 ده لو اتفقد في اي نوع من الحيوانات هتتصرف تصرفات مجنونه زي اكل ولادها. لكن اكزامبل الهامستر بتاع النهارده يا اهوج ده لان العلماء رصدوا كذا سبب بيخلي ام الهامسترز تاكل ولادها: التوتر والضغط العصبي والضوضاء والاضاءه العاليه، لمس حد للصغار بعد الولاده واللي بيغير ريحتهم فالام ما تتعرفش عليهم، او وجود صغير فيهم مريض او مش بينمو طبيعي فبتتخلص منه، او لو الاكل قليل فبتقلل عدد الصغيرين عشان تقدر تعتني بالباقي والاكل يكفيهم، يعني حاجه زي ثانوس كده مثلا. او في حاله مسجله قبل كده ان كان فيها مسترايه كانت شايله عيل في بقها و يعني بلعته بالغلط، ما تكبرش الموضوع، همستر وراح. ده يخلينا نبص، هل ام الاخطبوط او ام العنكبوت، ام الكنغر، ام الهامستر مفيش حاجه اسمها غريزه الامومه شكلها ثابت؟ اوقات الام بتتحلل، اوقات بتبلع، اوقات بتوقف الزمن لحد ما تفضل تربي جيل جديد، واوقات بتروح بس عشان اطفالها يعيشوا. اللي متأكدين منه ان الطبيعة مش بتدي كتيب تعليمات، بس دايما بتفاجئنا مين بيضحي ومين بيطبق سياسة اكلك قبل ما تكبر، وفي الاخر كلهم بيعملوا مجهود عشان نسلهم يكمل، وفي الاخر الطبيعة بتعرف تربي بطريقتها.
بس كده يا شباب، لو الحلقه خلتك تقول ايه القرف ده او يا لهوي على الامومه، يبقى انزل دلوقتي وتنساش تعمل لايك والجرس وسبسكرايب وتوزع الحلقه على اي ام تعرفها، سواء ام جديده او بتاع، لا فكك بقى من التربيه الحديثه والقرف اللي انتوا دخلتوه مجتمعنا ده. وابعتوا لخالتك اللي بتقولك ده انا ايه، انا باكلك بعناية. والله انا اسف يا شباب، الاوترو دي اللي كاتبها الاي اي، انا ماليش دعوه بالكلام ده. المهم اكتب لي في الكومنتات انت شايف انهي ام اقوى، اللي بتتاكل ولا اللي بتاكل، ولا اللي ماشيه بولادها في الشنطه، ولا بتخلف تحت الطيارات. انا مش فاهم ايه ده، بس دي اوترو من الاي اي. انا يعني بجد كسلت اكتب اوترو. انا احمد من ساينسو، ودي كانت قلب امه. استنوني في الحلقه الجايه ومعاها قلب جديد، والسلام عليكم.